بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان أسباب غربة السنة وأهلها، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الخميس 11 من شهر ربيع الآخر عام 37 و400 وألف للهجرة النبوية في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، فسرني ما سمعت بعد فراغنا من صلاتنا هذه، صلاة العشاء، من ارتجاج المسجد بالذكر بعد الصلاة، فهذه سنة كانت تعرف بها نهاية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كادت أن تندثر في هذه الأيام مع ما نراه من الدعوة إلى السنن وإحياء السنن، وللأسف، وذلك لأن الداعين إلى السنن إذا اجتمعوا ظهرت السنة وعزت وقويت وقوي أهلها. فلما كان الغالب في هذا الجمع طلبة السنة والحديث معنا في هذه الصلاة، ظهرت السنة، فالحمد لله على ما من به جل وعلا. وبهذا تعلمون مكانة أهل السنة والمتمسكين بها والعاملين بها. ولقد كانت هذه البلاد إلى عهد ليس بالبعيد إذا سلم الإمام سمعت للمسجد رجة بالتكبير والتسبيح والتهليل والذكر عقب الصلاة، حتى إن الإنسان لا يعرف قبل أن يدخل المسجد إذا جاء على الباب أن الصلاة انتهت. والآن كادت أن تتلاشى هذه السنة، ولا تجد إلا قلة قليلة، وربما تجد في المسجد واحد أو اثنين، وبعض المساجد لا تجد فيها أحدا. إذا سلم الإمام صمت مطبق، وأكثر من ذلك ربما أنكر على من رفع صوته بالذكر بعد السلام. ولقد حصل هذا مرة من المرات إذ صلينا جميعا وليس في المسجد تلك الليلة من فضل الله متأخر، كلهم سلموا مع الإمام. ولما بدأ بعض الحاضرين العارفين بهذه السنة يرفع صوته، قام من ينكر عليه ويقول محتجا على ذلك بأن هذا تشويش على المصلين. فقلت له والتفت إليه: ما في ولا واحد يتم، هذه هي السنة. فقال: الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قلت له: الحمد لله، ومن التضرع الإظهار. قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. قلت له: هذا في القراءة، أما الآن أنت مطلوب بأن تجهر معه بالذكر. فأبى، فزاد أخونا في الله في صوته ورفع صوته أكثر من الأول. فقلت له: أحسنت، جزاك الله خيرا. والعجيب أن ينكر المنكر على صاحب السنة وبكل قوة وصلف، وتجد صاحب السنة يستحيي من إظهار السنة في بعض الأحيان، فإذا كان يخاف هذا باب، أما أن يستحيي
هذا هو الخجل المذموم، فإن في الفعل هذا تعليما للناس وإظهارا للسنن. فسرني ما رأيت وسمعت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتمسكون بالسنن ويظهرونها عند إعراض الناس عنها، فإن هذا من الغربة، من غربة الدين. والذي أريد أن أتحدث عنه هو غربة الإسلام في آخر الزمان، وغربة أهل السنة في آخر الزمان، ولا سيما إذا عصفت الفتن. وهذا العصر الذي نحن فيه قد بعدنا فيه عن عصر النبوة بعدا كثيرا، 14 قرنا ونحن في ثلث القرن 15 للهجرة. فكم من الفتن، وكم من البدع، وكم من المحدثات، وكم من أهل الفتن، وكم من أهل البدع، وكم من المحدثين قد ظهروا، ولكن تلاشوا وذهبوا بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته، لا ذكر لهم إلا على سبيل الذم إن ذكروا والتحذير من طريقتهم. فنحن معشر الأحبة في زمن الغربة بعد 15 قرنا من الزمن بعدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافة زمنية، ماذا يقال؟ لا شك أن هذا زمن الغربة، وقد اشتدت الغربة في هذا الزمن بوجود كثير من الأسباب التي جعلت السنة وأهلها غرباء. فمن هذه الأسباب عدم الاعتناء بتتبع السنن وقراءة السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كثير من الناس. ولا تستغربوا هذه العبارة، عند كثير من الناس المهتمون بالسنن وبتتبع السنن والأخذ بالسنن قليل جدا إذا ما قستهم وحسبتهم في جانب الغافلين وجانب المعرضين وجانب المتساهلين وجانب المنحرفين. فإذا كان المخالفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة 72 طائفة، 72 فرقة، وفرقة واحدة هي الجماعة هي التي على السنة، دل ذلك على كثرة المخالفين والمنحرفين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء السني الغافل والسني الجاهل والسني المتساهل وأضفتهم إلى أولئك ما بقي إلا القليل، وقد كنا نعدهم ألوفا وقد صاروا أقل من القليل. ففي هذا الزمن كثرت الفتن وتنوعت وتعددت، وقل في مقابلها أهل السنة. فتن كبرى وفتن صغرى. الكبرى التي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا عياذا بالله من ذلك. وهذا فيه دليل على تقلب القلوب أولا، وثانيا على تأثير الفتن، وثالثا على أن الدنيا من أعظم أسباب الفتن في الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. يصبح ويمسي ويمسي ويصبح يبيع دينه بعرض من الدنيا، وفي لفظ قليل. فدل هذا على هذه الأمور الثلاثة، على تقلب القلوب، وقد جاء ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح الذي تعلمون: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها أنكرها، نكتت فيه نكتة بيضاء.
وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا فيه دلالة على تقلب القلوب، وأنها تفتن فتتقلب وتتغير، فالقلوب ضعيفة معشر الأحبة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله من الفتن، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حينما أمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك، تعوذوا بالله من الفتن، فقالوا نعوذ بالله، قال تعوذوا بالله من الفتن، فقالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن 3 مرات. فهذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يحذر ويخاف ويدعو ربه بالسلامة ولو كان في مجتمع لا فتنة فيه، لأنه لا يدري ما الذي يكتب الله جل وعلا عليه. وهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولا فتن، فكيف بنا نحن وقد طبقت الفتن وعمت وطمت، نسأل الله العافية والسلامة. هذا دليل ظاهر، فتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن قبل حدوثها، فكيف بالمؤمن الذي عنده علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة بالبدع إذا أدركه شيء من الفتن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه النصيحة لله جل وعلا ولدينه تبارك وتعالى كتابا وسنة، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين وعامتهم بتحذيرهم من الفتن، تنبيههم وتخويفهم منها وحثهم على النأي بأنفسهم والبعد عنها، لقوله عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يهرب، لأن فتنته أعظم الفتن الكائنة في هذه الحياة الدنيا. يأتيه الرجل وهو مؤمن يظن أنه لا يفتنه، فما يفتأ إلا وقد صار من أتباعه عياذا بالله من ذلك. فالقلوب ضعيفة معشر الأحبة، والفتن تؤثر فيها، فهذا دليل على تقلب القلوب. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد أخبر الله جل وعلا بفضله على رسوله بتثبيته بعدم إصغائه إلى أهل الفتن والباطل من أهل الشرك، فقال جل وعلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا كان هذا من الله جل وعلا امتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، فكيف بنا نحن؟ ومع ذلك يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلولا أن الله يثبت من شاء من عباده لأصغت القلوب إلى أقوال أهل الفتن ولأقوال أهل البدع. ويزيد على ذلك إذا اجتمعت معها أسباب جهل الجاهل وكلام الغافل وتخذيل المتساهل حتى لا تنكشف سوءته هو وتعود الكرة عليه، فيرمي ذلك الإنسان الداعية إلى السنة بالتشدد، وهكذا. لهذا رحم الله الإمام عبد الوهاب الوراق أبو بكر الوراق حينما قيل له في أحمد ما قيل قال أي شيء من الإسلام فات على أحمد لقد ابتلي في هذا الدين 22 سنة ما صبر أحد صبره. فالفتن أثرها عظيم معشر الأحبة على القلوب، فالواجب على الإنسان أن يدعو ربه جل وعلا بأن يثبت قلبه
حتى لا يصغي إلى هؤلاء جميعا، لا إلى المشركين ولا إلى المعاندين ولا إلى المبتدعين ولا إلى الجاهلين ولا إلى الملبسين والمزخرفين ولا إلى المتساهلين المخذلين. قال جل وعلا لرسوله: ولولا أن ثبتناك. فمن هنا نعلم قيمة هذه الدعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن الفتن عظيم أثرها على قلوب العباد. والاقتداء في هذا الباب بمن مات على السنة وعلى الحق والهدى. أما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة. ولهذا مدح الله جل وعلا أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الصحابة ما ضل منهم أحد ولله الحمد. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا هو السبب الأول، وجود الفتن. الثاني ضعف القلوب، وهو مع هذا الأول الذي تقدم. الثالث فتنة الدنيا، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى منها، بل كانت استعاذته بربه جل وعلا منها في كل صلاة: وأعوذ بك من فتنة الدنيا. في قوله إيش؟ من فتنة المحيا والممات. ففتنة المحيا هي فتنة الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. وقال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. واليوم نرى فتنة الناس بالدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وقد عرفنا كثيرا من هؤلاء، ونسأل الله الثبات. فنسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. عرفنا من عرفنا في فترة قريبة، من كان ينظر إليه بين زملائه وإخوانه وطلبة العلم وهو مبرز في هذا الجانب، في الدعوة إلى السنة والانتقاد لأصحاب الأهوى والبدع والأحزاب السياسية المعاصرة. وإذا به في الآونة المتأخرة يندمج في هذه الأحزاب السياسية والدعوات السياسية المعاصرة، بل أكثر من ذلك يصبح مندوبا لبعض هذه الدعوات السياسية في بعض الأقطار، بعد أن كان بها عليما وبها خبيرا. فالدنيا فتنة معشر الأحبة، الدينار والدرهم فتنة. وقد صدق عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في نصيحته في أبياته المشهورة التي كتب بها إلى ابن علية لما ولي بيت المال. هذه وهي ولاية من السلطان. كيف لو رأى ابن المبارك من يبيع دينه ويشترى منه دينه بالمال، فيتحول من السنة إلى البدعة؟ ما كان يقول: يا جاعل العلم له بازيا، يعني نوع من أنواع الصقور، البازي يصطاد أموال المساكين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك في ذمها؟ عن ابن عون وابن سيرين احتلت للدنيا ولذاتها،
بحيلة تذهب بالدين، إن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. لكن وافقت هذه النصيحة آذانا واعية وقلوبا منتفعة، فاستعفى من الولاية. والشاهد هذه الدنيا فتنة، طلب الجاه فيها فتنة، طلب المال فيها فتنة، طلب صحبة أهل الدنيا فتنة، لأن طلب الجاه لا بد أن تتنازل معه عن شيء من دنياك من دينك، وهكذا طلب المال لا بد أن تتنازل معه عن شيء من دينك، وهكذا مصاحبة أهل الدنيا لا بد أن تصحبهم فتتنازل عن شيء من دينك، لأنك في هذه المواقف جميعها لن تستطيع أن تقول بما أمرك الله به جل وعلا إلا أقل القليل ممن ابتلي ابتلاء بشيء من هذه الثلاث ووفقه الله جل وعلا وعافاه. وهذا هو الذي كان يقول فيه السلف: ولي القضاء فحمدت سيرته، ولي بيت المال فحمدت سيرته. جلس إلى السلطان حمدت سيرته، كما ذكروا عن الزهري رحمه الله تعالى، لما جاء الخليفة الأموي فقال له: يا ابن شهاب، إن الله تعالى يقول: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي. فرد عليه كلامه، قال: لا، كذبت. قال: أنا أكذب؟ لا أم لك، والله لو أن الله أنزل كتابا من السماء يبيح فيه الكذب ما كذبت. ثم ساق الحديث. يلا، من يستطيع مثل هذا؟ يقول للسلطان: أنا أكذب؟ لا أم لك. لو نزل في القرآن إباحة الكذب، شوف، إباحة، جواز، ما كذبت ترفعا، لأنه يسقط الإنسان. والله لو أن الله أنزل كتابا من السماء يبيح فيه الكذب ما كذبت. هذا الذي يقال فيه حمدت سيرته. ولذلك الافتتان بهذه الأمور شيء معروف ومبسوط، وكتب السنن ذاكرة له، وكتب السير، سير الرجال وتراجم الرجال ذاكرة له، وكتب الأدب النبوي ذاكرة له، وكتب الزهد والرقاق ذاكرة له، وكتب الأدب العربية أيضا ذاكرة له. فيا معشر الأحبة، الله الله في البعد عن أسباب الفتن، والحرص على التمسك بالسنن. ومن أعظم ما يعين الإنسان على ذلك بعد توفيق الله له واطراحه بين يدي الله جل وعلا والتضرع بصدق بأن يثبته ربه على السنة، صحبة أهل السنة. لأن من صاحب أهل السنة حصل خيرا وأمن من الشر بإذن الله، ومن فعل العكس فبالعكس يكال له بمكتال. من صحب أهل الأهوى وأهل البدع لا يأمن على نفسه البلاء
لأن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. والريح الطيبة في صحبة صاحب السنة أن يقال هذا صاحب فلان، كما قيل تلميذ أحمد صاحب أحمد. فالإيواء إلى أهل الخير خير. وصاحب السيء وصاحب مصاحبة المبتدعة هذا هو يؤذيك بريحه فتتأذى به ويحرق ثيابك. والثياب هنا هي الدين. الثياب الحسية معروفة، إذا جلست عند صاحب الكير ونافخ الكير تحرق ثيابك حسيا. وإذا جلست إلى الصاحب السيء فهو كصاحب الكير، كنافخ الكير. الريحة الخبيثة هي البدعة، يقال فلان صاحب فلان المبتدع مثله، ويأتيك من دخانه وغباره فتتسود سيرتك الصافية. كما أن من جلس جلوسا حسيا إلى صاحب الكير تسود ثيابه سوادا حسيا. وهذا مثل واضح ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنا أمة الإسلام. فعلى المرء أن يحرص على اختيار الصاحب واختيار من يرافق ويجالس ويماشي، وليعلم أن الرزق إنما هو بيد الله جل وعلا، لا يأتي به حرص حريص ولا يمنعه عنك حسد حاسد. فإن الدنيا إذا أقبلت بأمر الله أقبلت ما يردها أحد. باض الحمام على الوتد، الوتد وهو وتد يصبح محل تقر عليه بيضة الحمامة بدون عش. وإذا أدبر عنك وابتلاك الله لن يأتي به إليك أحد. وإذا أدبرت الدنيا فلا تبع دينك ولا تصبح ممن قيل فيه بال الحمار على الأسد. نسأل الله العافية والسلامة. ونقول هذا الكلام لأننا نعلم علما يقينيا أن كثيرا من الناس هذه الدنيا تفتنهم، وقد فتنت وفتنت كما ذكرت لكم مثالا قبل قليل. فإنه ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حب المرء لإيش؟ أجيبوا الشرف والمال لدينه. يحرص على الشرف والجاه والمكانة والمناصب فيبيع دينه، يحرص على المال فيبيع دينه. فنسأل الله العافية والسلامة. فالزموا ركب أهل السنة الصادقين، وإياكم والذين قد ابتلوا ووقعوا في شيء مما ذكرنا فأرادوا أن يغطوا على سوآتهم بذمهم لأهل الحق الصادقين. وذلك لأنهم لو لم يفعلوا هذا انكشفوا هم، لأن الناس يرون منهم التغير ويرون منهم التحول ويرون منهم التبدل، فما أمامهم إلا أن يرموا هؤلاء بالتشدد. وقد قيل هذا للإمام أحمد رحمه الله تعالى، واقرأوا سيرته حينما ابتلي من ابتلي معه في خلق القرآن وأجابوا مداراة، وبعضهم متأول، حتى
حتى لعنه الخليفة وهو ساكت وصابر. وكانت كل طريقته في هذا الباب كلما سألوه قال ائتوني بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الناس لا تحاجوني بهم، هات الكتاب والسنة، كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس لا، ليس أحد حجة على أحد، إنما الحجة في كلام الله ورسوله. فلذلك نبل أحمد رحمه الله وعظم. والعقيدة التي عليها كما قلنا لكم أكثر من مرة وسمعتموه منا لم يأتي بها هو، الاعتقاد لمالك والشافعي ومن معهم، ولكن الإظهار والنصرة كانت لأحمد، نصره أحمد بأمر الله تبارك وتعالى، فظهر أحمد وكتب الله له الذكر. فنسأل الله جل وعلا أولا بفضله ورحمته ومنه وكرمه وجوده ألا يبتلينا، وأن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا باتباع السنن واقتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، واقتفاء من سار على طريقهم رحمهم الله تعالى. ولهذا كانوا يعيرون أتباع أحمد وتلاميذ أحمد بأنهم حنابلة متشددين، وبعدهم بعصر قريب من رأوا صلابته في السنة قالوا له إيش؟ حنبلي. يعيرونه بذلك حتى قال الهروي في هذا: أنا حنبلي ما حييت، وإن أمت فوصيتي ذاكم إلى إخواني، إذ دينه ديني وديني دينه، ما كنت إمعة له ديناني. كل يوم أغير وأبدل، يعني ثابت كثبات أحمد. هذا هو، أنا حنبلي ما حييت، وإن أمت فوصيتي ذاكم إلى إخواني. يمشوا على طريقة أحمد بن حنبل رحمه الله، إذ دينه ديني وديني دينه، طريقته طريقتي، وطريقتي التي أمشي عليها هي طريقة أحمد، ما كنت إمعة له ديناني. اليوم يذم اللي يسير على طريقة أحمد، متقمصين لشخصية أحمد. يا مرحبا بهذا التقمص، أن نسير على طريقته رحمه الله، هذا عز وفخر. فما استطاعوا يطعنون في السائرين على طريقته إلا باللفظ البشع، لأن التقمص جريمة في القانون الدولي المعاصر. تأتي تقول أنا فلان، هل هؤلاء جاءوا قالوا لك نحن أحمد بن حنبل؟ قالوا طريقة أحمد ومذهب أحمد، وأحمد يقول كذا ونحن على طريقته. فما استطاعوا يذمونهم صراحة، قالوا يتقمصون. مثل أهل الأهواء الأولين، قالوا عن أهل السنة المثبتين للصفات مجسمة، فجاءوا باللفظ البشع لينفروا الناس عنهم، وليس ذلك بضارهم شيئا. يا غربة الدين والمستمسكين به، كقابض الجمر صابرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته، والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا، إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، وإن أعرضوا عن نصره نهدوا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا يسأل عن أخذ المال من جمعية الإصلاح في اليمن. لا تأخذ من أهل الأهواء نقيرا ولا قطميرا، لأنهم إن أعطوك صرت في رقهم. إذا أشبع البطن رق الوجه واستحيا، وحينئذ يقع ما يقع.
هذا يسأل عن رجلين اشتركا في بيع الأحجار، هذا بآلة وهذا بعمله، فكيف يقسم؟ على ما اتفق عليه، الثلث، الربع، النصف، على ما اتفق عليه. هذا يسأل عن السن الذي تحجب فيه البنت وإذا كانت الجاذبة لأنظار الرجال وعمرها 10 سنوات، فهل يجب عليها ذلك؟ نعم، إذا كان يخشى عليها الفتنة من الناس، ولو كان عمرها 10 سنوات فإنها تحجب. 10 سنوات امرأة، وربما جاءها الحيض أو قاربت فتحجب. نعم. هذا يقول: هل المسحور يعالج عند الأطباء النفسيين؟ لا يتعالج عندهم، هذا ما هو مرض نفسي، ولكن عليه بالرقية، قراءة القرآن، وعليه بالصبر والاحتساب. يا ناس، فيه باب اسمه باب الصبر والاحتساب. هذه الأمراض يبتلي الله بها عباده، وهذه البلايا يبتلي الله بها عباده ليرى صبرهم على البلاء. نحن لا نقول لهم لا تتعالجوا، تعالجوا، تداووا عباد الله، لكن مع هذا يا أيها المرء المسلم عليك بباب الصبر أيضا، لا تغفله. اعلم أن هذا ابتلاء من الله جل وعلا لينظر مقدار صبرك، فاصبر، والله سبحانه وتعالى سيرفع عنك. وهذا يسأل عن أيضا سؤال آخر له عن العلاج للسحر بالعجوة، هل هو قبل ولا بعد؟ ويسأل كم يأكل. قبل حرز، الأكل له كل يوم وهو صحيح، هذا يدفع بأمر الله تبارك وتعالى الإصابة بالسحر، لما جاء في الحديث الصحيح: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وجاء في بعض الروايات أيضا في الصحيح أنها من عجوة العالية. فيأخذ هذه التمرات، نوعها عجوة وعددها 7، وهو خاص بتمر المدينة في هذه البلدة الطيبة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو عام في كل تمر، لكن في العجوة. وقد اختلف العلماء في هل تناولها دافع أم أنه أيضا رافع. ذهب كثير من المحققين من علماء الحديث إلى أنه أيضا رافع. هذا يقول: ما موقف طلاب العلم من داعية مشهور يحترمه الناس في بلدي، وهو يدعي أنه على السنة، لكنه جالس الشيعة وشاركهم في وليمتهم، وقد ذهب إلى إيران قبل الأيام. فإذا رأيته يذهب إليهم ليس لمصلحة لأهل السنة كأن يكون سفيرا أو رسولا إليهم، جلس معهم لأجل شيء من هذه الأمور التي يحتاج معها أن يجلس لينقل الرسالة إليهم أو يتناقش معهم أو يبلغهم كلام أهل السنة كسفراء الدول الإسلامية ونحو ذلك، هؤلاء في نطاق محدود لا بأس. أما إذا كان يرى هذا دعوة فهذا منحرف باختصار. هذا الذي كنا نحذر منه كثيرا من الزواج من البلاد الكافرة، وللأسف يقول: هذا شخص كان متزوجا وكان لزوجته وأولاده إقامة في السعودية، ولكن الزوجة طلبت أن يطلقها لعدم رغبتها في الإقامة هنا، وفضلت بريطانيا، فطلقها، وبقي الأولاد معها، وهي الآن تزوجت بآخر، وقد كان الأولاد يدرسون في مركز إسلامي هناك، لكن بعد الطلاق أخرجت الأولاد من هذا المركز ووضعتهم في مدارس الحكومة التي فيها الاختلاط وتعلم الفساد، وهو الآن مع أولاده لفترة العطلة، وتركت له
أمهم أو زوجة التي طلقها مفتاح بيتها وسافرت لزيارة أهلها، فيسأل هل يجوز له أن يدخل بيتها ويأخذ جوازات سفرهم ليصطحبهم هنا دون علمها، علما أنه إذا أقدم على هذا الأمر فلن يستطيع الرجوع إلى بريطانيا أبدا وإلا يسجن. إن استطاع أن يأخذ أولاده فليأخذهم وليأتي هنا ولا يرجع لبريطانيا. وش يبغى في بريطانيا؟ ما الذي خسره بعدم رجوعه؟ لا ردها الله. بريطانيا لا يفرح بالإقامة فيها، بلاد الكفر، فإذا استطاع أن يأخذ أولاده فهو أولى بهم. وما دام الأمر كما ذكر من أن الزوجة قد أخذتهم وأخرجتهم من المدارس في مدارس المسلمين التي فيها الجو الإسلامي وأدخلتهم مدارس الكافرين، فسيتطبعون بطباعهم ويتخلقون بأخلاقهم ويدرسون ما في مقرراتهم. فهذا من أعظم الأسباب التي تبيح له أن يأخذ أولاده، وهي أيضا قد أفسدت على نفسها لأنها قد تزوجت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة المطلقة في الولد أنت أحق به ما لم تنكحي، وهذه قد نكحت فسقط حقها وتعود الكفالة إلى أبيهم بحكم الشرع. وبهذه الأسباب أيضا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.